أفحسبتم أنما خلقناكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة الكرام المشاركين في هذه الدورة العلمية المباركة، والتي جاءتنا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في نسختها الثالثة هذه السنة، فالحمد لله رب العالمين. ونحن بهذه المناسبة نتقدم بعد شكر الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، نتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسمو نائبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور عبد العزيز آل الشيخ حفظه عبد اللطيف آل الشيخ حفظهم الله تعالى ورعاهم. ولا ننسى في هذه المناسبة أن نشكر جزيل الشكر لمدير مكتب الملحقية السعودية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في السنغال دكار الأستاذ سلمان ابن عبد العزيز الفهيد، الذين يسعون دائما في تنظيم هذه الدورات والإشراف عليها في دولنا الأفريقية، وغامبيا بحمد الله تبارك وتعالى لها حظ وافر من هذه الدورات، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. كما نرحب بهذه المناسبة لأستاذ هذه الدورة الأستاذ الدكتور سعود بن ملوح العنزي حفظه الله ورعاه، وكذلك لسعادة المرافق الأستاذ فارس بن محمد الزهراني، اللذين تم اختيارهما لهذه الدورة في هذه النسخة الثالثة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجعل ما تحملاه من المتاعب والمشاق في سبيل الوصول إلينا أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. ولا ننسى أن نكرر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على رعايتها المسلمين في شتى بقاع الأرض، ورعايتها لشؤون الدعوة القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، وأن يزيدها تقدما وازدهارا وحفظا ورعاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا الدكتور سعود، هؤلاء الجالسون أمامكم أئمة وخطباء ودعاة، وهم المستهدفون في هذه الدورة أو في هذه الدورات العلمية التي تتكرر علينا من الوزارة المباركة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تقدمونه نافعا لنا ولكم، وأن يكتب لنا جميعا الأجر والمثوبة. والكتاب المرشح لأن يكون مادة هذه الدورة هو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله رحمة واسعة. وكلكم تعرفون قيمة هذا الكتاب في تقرير منهج أهل السنة والجماعة، فالكتاب على وجازته وصغر حجمه يعتبر من المراجع الكبار في باب عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في التلقي والاستدلال. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وحتى لا نأخذ من وقت الشيخ أكثر مما أخذنا، نتيح له الفرصة للشروع في شرح هذا الكتاب المبارك أصول السنة
للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد يكون لشيخ كلمة بين يدي شرح الكتاب يوجهها إلينا لنستفيد استفادة زائدة، فيتفضل مشكورا مأجورا شيخنا المبارك. كمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعًا بتحية الإسلام في هذا اللقاء المبارك، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه البقعة المباركة أن يجمعنا في مستقر رحمته إخواناً على سرور متقابلين، كما أسأله جل شأنه أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وحرصكم على حضور هذه الدورة. وإن كنت أعلم أنني لن آتي لكم بجديد، فأنتم طلبة علم ولله الحمد قد نهلتم من مناهل العلم الشرعية ما فيه إن شاء الله خير عظيم. بداية أتوجه بالشكر لدولة غامبيا ممثلة في فخامة رئيسها فخامة الرئيس آدم بارو، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه البلاد الطيبة، وأشكر أيضاً جامعة الإحسان ممثلة في رئيسها فضيلة الدكتور بابا السيسي. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعاً. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر أيضاً لبلدنا المباركة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله. والشكر موصول أيضاً لصاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذين الحقيقة لا يلون جهداً في نشر قيم الإسلام المعتدل، الإسلام الوسطي الذي وصف الله جل وعلا هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لكن للأسف أن الإسلام في زماننا قد شوه، إما من قبل أعدائه أو من قبل بعض أبنائه المنتسبين إليه، حتى ظن بعض الناس بهذا الدين الظنون السيئة، وأنه دين تطرف، وأنه دين قتل، وأنه دين ودين من هذه الصفات التي للأسف الشديد ينشرها أعداء الله عز وجل. وكما ذكرت ساهم في هذا أيضا بعض أبناء المسلمين، ولهذا كان لزاما على من سلكوا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام أن ينشطوا في هذا الجانب، وأن يظهروا الوجه السمح، الوجه الطيب، الوجه النقي لهذا الدين العظيم، لأن هذا الدين هو دين الرحمة كما لا يخفى، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو دين الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسؤولية عظيمة في نشر هذا الدين العظيم، وفي إظهار الوجه الحقيقي لهذا الدين العظيم، وكذلك أيضا نشر منهج أهل السنة والجماعة، لأن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الحقيقي للإسلام، وهو الوجه الحقيقي للإسلام. وأما تلك الفرق المنحرفة عن منهج رسول الله وصحابته الكرام
فهذه في الواقع لا تمثل الإسلام النقي، الإسلام الحقيقي، الإسلام القائم على التوحيد، الإسلام الذي لا يقر الشرك ولا يقر البدع هذه التي أحدثت في دين الله عز وجل. ومن هنا كانت المسؤولية عظيمة على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى واصطفاه أن جعله على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. وأنا أعني وأقصد ما ذكرته حينما قلت اصطفاه، فإن الإنسان إذا وفق لهذا المنهج وهذا المذهب العظيم، مذهب أهل السنة والجماعة، فهو في الحقيقة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تنظر إلى هذه الأحزاب الكثيرة والمذاهب المختلفة وتنظر ما عندهم من مخالفات تخالف العقل فضلاً عن أن تخالف الشرع، وترى أن هذه المذاهب قائمة على تغييب العقول وعلى الخرافات وعلى كما ذكرت تغييب عقول العامة والسيطرة على عقول الناس وتوجيه الناس كما يريدون. لا يحق لعامة الناس أن يسألوا لماذا هذا هكذا وما الدليل على هذا، إنما هم كما يقال كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. هذا الأمر هذا ليس عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة لأي عام، لأي رجل كبير في السن أو عجوز في السن لا تقرأ ولا يقرأ ولا يكتب، تذكر له حكما شرعيا من حقه أن يقول ما هو الدليل على هذا الحكم الذي ذكرت. ولهذا أيها الإخوة أقول حينما تنظر إلى هذه الجماعات وهذه المذاهب وما أنعم الله عز وجل به عليك من أنه أنار عقلك وأنار بصيرتك وأكرمك بالتوحيد، فإنك تدرك النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. لكن هذه النعمة إن لم نحافظ عليها ستزول، والنعم إن لم نحافظ عليها أي نعمة ستزول، والمحافظة عليها تكون بشكر الله عز وجل عليها وبالعمل على إبقاء هذه النعمة. ولهذا المسؤولية أيها الإخوة أنتم عليكم عظيمة. أنتم ورثة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فطلبة العلم هم ورثة محمد عليه الصلاة والسلام، والعلماء هم ورثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أدركنا هذه الحقيقة فإن المسؤولية تعظم في أنفسنا، ونعلم أن علينا مسؤولية عظيمة، كيف لا ونحن قد حملنا هذه الأمانة ورثناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقلها إلينا صحابته، وصحابته نقل عنهم العلم التابعون ثم أتباع التابعين، وهكذا في سلسلة ذهبية نقية ينقلها الخلف عن السلف إلى يومنا هذا، إلى أن وصلنا ولله الحمد هذا الدين نقيا كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لو سألنا أنفسنا كيف وصل إلينا هذا الدين نقيا؟ من الذي أوصل إلينا هذا الدين نقيا؟ من الذي أوصله لنا؟ العلماء، أهل العلم، توارثوه خلفا عن سلف حتى وصل إلينا نحن اليوم كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، نقي ليس فيه خرافة وليس فيه ما يخالف العقل، وليس كله ولله الحمد ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الإخوة الكرام، أيها المشايخ الفضلاء، المسؤولية عليكم عظيمة في نشر هذا الدين،
وربنا سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، فحكم على جنس الإنسان بالخسارة، ولكن استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التواصي بالحق والتواصي بالصبر نشر العلم الشرعي بين الناس. وكثير منكم ولله الحمد قد تخرج من الجامعة الإسلامية أو من جامعات عريقة أخرى أو من هذه الجامعة المباركة، فحصل قدراً طيباً من العلم يستطيع من خلاله أن ينشر العلم، أن ينشر التوحيد، أن ينشر السنة. ولا شك أن الإنسان إذا تعلم العلم ثم بقي هذا العلم حبيساً في صدره أن هذا العلم سيكون حجة عليه لا له. وكما أن للمال زكاة فكذلك أيضاً للعلم زكاة، وزكاة العلم تعليمه ونشره بين الناس. وإياكم ثم إياكم من الاتكال، أن يتكل كل منكم على غيره ويقول سينشره غيري وسيهتم به غيري وسيفعل غيري. لا، أنت سيبعثك الله عز وجل وحدك، وأنت سيحاسبك الله عز وجل وحدك، لا يستطيع أحد أن يتدخل في هذا الحساب ولا أن يدافع عنك. فماذا تقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا قال لك قد هيأت لك سبل العلم وطريق العلم وتعلمت، فماذا عملت في ذلك العلم؟ وأنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها قال وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. إذن نحن مسؤولون يوم القيامة عن هذا العلم، ماذا عملنا بهذا العلم؟ تعلمناه فقط وبقي في صدورنا، تعلمناه بقراءاتنا وأخذنا العلم عن مشايخنا ثم بقي هذا العلم محبوسا في صدورنا، هذا سيكون حجة عليك وليس حجة لك. ولهذا أيها الإخوة الكرام، أيها المشايخ الفضلاء، عليكم مسؤولية عظيمة في نشر العلم، نشر التوحيد، نشر السنة بين الناس، لتنشطوا وتنتشروا بين المدن والقرى. لا بد أن يكون لكم حضور في القرى، تعلمون الناس التوحيد، تعلمون الناس السنة، تعلمون الناس كيف يصلون كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتعبدون لله جل وعلا على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحذرون الناس من الشرك. لا بد أن يكون لطالب العلم أثر في مجتمعه وبين أهله. ولن يكون أحد أحرص منكم على أهليكم، أنتم أبناء هذا البلد، وأهل هذا البلد هم أهلكم، ومسؤوليتهم عليكم أنتم في جانب نشر العلم الشرعي من خلال خطب الجمعة، من خلال المحاضرات، من خلال الدروس، من خلال إقامة دروس حلقات تحفيظ القرآن في المساجد التي في المدن وفي القرى. فيبارك الله عز وجل في الجهد إذا كان هذا الجهد قائماً على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والرغبة في نشر هذا العلم، والشعور بعظم المسؤولية التي تحملتها أنت حينما سلكت طريق العلم. لأن طريق العلم طريق عظيم لا يوفق له كل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. طالب العلم والعالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يستغفرون للعالم. فشأن العالم وأهل العلم أمر شأنهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن متى إذا
كانوا إذا قدروا هذا العلم حق قدره وعرفوا لهذا العلم قيمته فنشروه بين الناس واجتهدوا على أن يبلغوا الناس دين الله سبحانه وتعالى، وهذه مسؤولية عظيمة. والكلام الحقيقة في هذا يطول، لكن هذا الأمر لا يخفى عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم، وأن يجعلكم مفاتيح لكل خير ما غليق لكل شر. ولا أطيل عليكم، فلنبدأ على بركة الله بكتابنا هذه الرسالة الموجزة المختصرة في كلماتها، لكنها عظيمة القدر في ما احتوت عليه وما اشتملت عليه من كلمات عظيمة تبين المعالم العظيمة المهمة لمنهج ومذهب أهل السنة والجماعة. وما أحوجنا اليوم أيها الإخوة إلى نشر وتعليم الناس مثل هذه الأصول المهمة ونشرها بين الناس، لأن كما لا يخفى عليكم منهج أهل السنة والجماعة اليوم يواجه هجمة شرسة من أعداء منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهج السلف الصالح، يواجه هجمة شرسة. فكان حريا بالطالب العلم أن يتسلح بالعلم في مواجهة هذه الهجمة، وأن ينشر هذا العلم بين الناس كما ذكرت لكم. وصاحب هذه الرسالة علم لا يخفى على أحد، لا يخفى على الموافق ولا على المخالف، لا يخفى على أحد من المسلمين. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، المولود سنة 164 والمتوفى سنة 241. والإمام أحمد رحمة الله عليه إمام عظيم قد أطبقت الأمة على فضله وعلى علمه، ولا غرابة أن يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. فقد نصر الله عز وجل هذا الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة القول بخلق القرآن كما لا يخفى. ولا يخفاكم المحنة العظيمة التي تعرض لها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في ذلك الزمان، حينما نشط أهل الشر وأهل البدع وتمكنوا، وكانت الجولة والصولة لهم، ولكن في الأخير خابوا وخسروا، وبقي مذهب ومنهج أهل السنة قائما عظيما، وبقيت سيرة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عظيمة، وخمل ذكر أولئك القوم دعاة الشر، وبقي هذا المذهب وهذا المنهج العظيم الذي نصره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وها نحن اليوم نتفيأ بركات وظلال ذلك الجهاد والجهد العظيم الذي قام به هذا الإمام العظيم في مواجهة أهل البدع والضلال. وهذه الرسالة هي في أصول أهل السنة أو أصول السنة. والأصول كما لا يخفى عليكم جمع مفرده أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره. وأما السنة فهي في اللغة الهدي والطريقة. السنة في اللغة السيرة والطريقة، سواء كانت هذه السيرة أو هذه الطريقة حسنة أو قبيحة. وشاهد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فدل على أن السنة تطلق في اللغة أو معناها في اللغة الطريقة والسيرة، سواء كانت هذه السيرة حسنة أو قبيحة. وأما السنة بمعناها العام فهي طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يشمل الواجب والمسنون والمستحب من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يطلقون السنة على ما يشمل هذا كله،
فيطلقون على الاعتقادات وعلى الأعمال وعلى الأقوال يطلقون عليها السنة، بمعنى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسنة هنا العقيدة. المقصود بقول هنا بهذه تسمية الكتاب أصول السنة أي العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا من الإطلاقات على السنة أنها تعني الاعتقاد، كما أن الشريعة تطلق على المعنى العام، الشريعة بشمولها، وتطلق أيضا على المعتقد والعقيدة. ولهذا الإمام الآجري سمى كتابه ماذا؟ الشريعة، وهو في كتاب في العقيدة. فنبدأ على بركة الله في قراءة الكتاب. إذا كان أحد يقرأ نبدأ إن شاء الله. كما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن علي بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. نعم. إذن بدأ هذا الكتاب بسياق الإسناد، إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة لا شك أنها ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد تناقلها العلماء وتلقوها بالقبول وصحة نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرها كثير من العلماء في كتبهم، فليس هناك مجال للشك في نسبة وصحة نسبة هذه الرسالة العظيمة لهذا الإمام العظيم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فبدأ الإمام أحمد رحمة الله عليه كتابه بالأصل الأول بقوله: أصول السنة عندنا يعني أهل السنة والجماعة. أصول السنة عندنا يعني نحن أهل السنة والجماعة. هذه الأصول بدأها أولا قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهذا أصل عظيم من الأصول أصول أهل السنة والجماعة، أن من أصولهم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة شاهدوا تنزيل الوحي أو تنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذوا الدين طريا نقيا من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزل جبريل بهذا القرآن من الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسنادهم عالي جدا، أخذوا هذا الدين من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لا مجال لأحد أن يطعن في أي صحابي من الصحابة. أي صحابي أي إنسان لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واجتمع به فهو صحابي وهو عدل، لا مجال أبدا للطعن فيه. ولهذا لو طعن أحد في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان طعنه في الواقع طعنا في الدين، لأن من الذي نقل إلينا هذا الدين؟ الصحابة. فإذا طعنت في الصحابة طعنت في هذا الدين، إذا طعنت في حملة هذا الدين
ونقلت هذا الدين فقد طعنت في الدين. وبالتالي الطعن في الصحابة في الواقع هو إبطال لدين الله عز وجل. ولهذا كان من الأصول العظيمة الاقتداء بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمسك بما كانوا عليه. والله جل وعلا قد ذكر في القرآن وبين فضلهم في آيات كثيرة وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر بعضها من باب التذكير، منها قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين من؟ الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانظر إلى هذا التهديد العظيم في حق من تنكب وترك هدي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولهذا قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وأيضا يقول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. والخطاب هنا موجه لمن؟ أول من خاطب الصحابة. فإن آمنوا من بعدكم بمثل، أو من في زمانكم بمثل ما آمنتم به، يعني يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أيضا يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأول المتبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام من؟ صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا أيضا تزكية من الله جل وعلا لهم. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخطاب أول ما خوطب به من؟ الصحابة رضي الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وغير ذلك من الآيات التي يعني تبين فضل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتحذر من يعني الانحراف عن طريقتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما جاء في السنة في تزكية هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. وأيضا الأحاديث في هذا الأصل كثيرة جدا. ومما جاء عن السلف في وجوب لزوم ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم من سلف الأمة أقوال عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم أيضا، فإن لهم أقوالا في هذا الجانب، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. وقوله رضي الله عنه: إياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالدين العتيق. وعليكم بالدين العتيق. والدين العتيق هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وتلقاه عنه صحابته رضي الله عنهم. وأيضا يقول رضي الله عنه: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. ماذا تخاف علينا؟ قال: أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية يعني تصغير امرأة أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فأنا اليوم على السنة. لا، فالسمت الأول يعني إلزموا السمت الأول، سمت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، لا مجال، وقف حيث وقف القوم. من القوم؟ الصحابة. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. ويقول أيضا رحمه الله: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، لكن أثبت، عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. يعني إذا سلكت هذا الطريق وأخذت بهذه النصيحة. وكان الإمام التابعي الكبير الحسن البصري رحمه الله تعالى في مجلس فذكر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. هذا يقوله الحسن البصري. ولهذا أيها الإخوة لا تجد في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجد أحدا منهم دخل في البدعة أو كانوا من أهل البدع أبدا. ومع أن البدع ظهرت بداياتها في أواخر عصر الصحابة، أليس كذلك؟ بدعة القدر متى خرجت؟ هناك من الصحابة ابن عمر وغيره كانوا موجودين، فلم يكن، وكذلك أيضا الفتن التي حصلت لم يكن من الصحابة رضي الله عنهم من ولج في أي بدعة من البدع. وما حصل من فتنة في زمن الصحابة فإنهم رضي الله عنهم كانوا مجتهدين في هذا، من شارك في هذا الأمر كان مجتهدا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لكننا على يقين تام أن كل واحد منهم كان يريد الحق، ونحن نعتقد أنهم ليسوا معصومين، أنهم رضي الله عنهم على فضل ليسوا معصومين، فيحصل منهم الخطأ، ولكنهم رضي الله عنهم كانوا على الطريق المستقيم، وكانوا أشد الناس حرصا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا السعيد من تمسك بما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر أشد الحذر من إحداث من جاء بعد ذلك وخالف نهج صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت لكم هذه الملة إنما تنقل وتثبت بالنقل والتواتر والتوارث عن الجيل يرثها عن جيل، ولا توارث إلا بأن يعظم حملة هذا الدين الأوائل، لا توارث إلا بأن نعظم من حمل لنا هذا الدين العظيم، الذين شاهدوا مواقع الوحي وعرفوا تأويله وشاهدوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخلطوا معها تعمقا ولا تهاونا ولا ملة أخرى، إنما كانوا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا كان هذا الأصل مهما جدا. انظر إلى أهل البدع، لا يحتجون بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما مثلا أي بدعة، لو ضربنا مثالا ببدعة الاحتفال بالمولد النبوي مثلا، نقول لهم مثلا، نحتج عليهم بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول لهم: هل أنتم أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله؟ لا يستطيع أحد أن يقول أو يزعم أنه أشد حبا لرسول الله من الصحابة. طيب، هل كان الصحابة رضي الله عنهم، هل أنتم أعلم من الصحابة رضي الله عنهم بقدر رسول الله، بهدي رسول الله؟
لماذا إذن لم يفعل الصحابة ولم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لن تجد جوابا حقيقيا، جوابا مقنعا منهم، فيهربون عن هدي الصحابة. ولهذا لو كان هؤلاء أهل البدع لو كان من أصولهم هذا الأصل العظيم الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، لما فعلوا هذا ولما أحدثوا هذه البدعة طبعا وغيرها من البدع. لكن هذا كمثال، فأنت تحتج عليهم بهدي صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل فعلوا هذا؟ لم يفعلوه. إذن لن نكون أحرص منهم على الخير، ولن نكون أعلم منهم بهدي رسول الله وطريقة رسول الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكل بدعة فهي ضلالة. قال: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. إذن من أصول أهل السنة والجماعة ترك البدع. وبين رحمه الله أن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، أليس كذلك؟ وهذا يستند إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فما هي البدعة؟ البدعة عرفها أو تنوعت يعني عبارات العلماء في تعريفها، لكن مما يعني ذكر وهو من أفضل التعاريف أو التعريفات للبدعة قول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله تعالى. طريقة في الدين مخترعة ليست لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضي الله عنهم. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، لأنك حينما تأتي ببدعة فإنك تضاهي بها الطريقة الشرعية وتزاحم بها الطريقة الشرعية. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله تعالى. كثير من أهل البدع لماذا أحدثوا هذه البدع؟ ماذا أرادوا بها؟ التقرب لله تعالى. بعض أهل البدع نعم ابتدع بدعة ليهدم الإسلام، هذا أمر معلوم، كبدعة القول بخلق القرآن، أرادوا هدم الإسلام وإبطال الدين، بل أرادوا أن يصلوا إلى أن الله عز وجل مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وسيأتي الكلام في هذا. ولكن كثير من البدع الموجودة اليوم بين المسلمين ماذا يريدون منها؟ زيادة التعبد لله تعالى، صح؟ يعني حينما يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون أن هذا يقربهم إلى الله، وأن هذا من علامات محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أنها تضاهي الطريقة الشرعية، لأن الطريقة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا، أن التابعين لم يحتفلوا، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يحتفل، الإمام مالك بن أنس لم يحتفل، الإمام الشافعي لم يحتفل، الإمام أحمد لم يحتفل. إذا كان كل هؤلاء الأئمة لم يحتفلوا، هل يمكن أن يكون شيء لم يعلموه علمه من بعدهم؟ هذا لا يمكن. في الدين لا يمكن. وهل نحن أشد حبا لرسول الله منهم؟ لا يمكن. فلهذا قصدوا أو بعضهم قصد بها زيادة التعبد لله تعالى، ولهذا قال رحمه الله: وترك البدع. إذن من الأصول، أصول أهل السنة والجماعة ترك البدع. وقد ذكرنا لكم يعني تعريف البدع عند الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وأيضا من التعريفات الجيدة عرفها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى
أيضا فقال: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. قال: وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. يعني لا مشاحة في الاصطلاح من ناحية الاصطلاح اللغوي. من ناحية الاصطلاح اللغوي لا إشكال في ذلك، قد يطلق يعني على أمر ما بدعة من الناحية الشرعية من الناحية اللغوية، لكن شرعا ليس هو يعني بدعة. قال: وكل بدعة ضلالة. وقد جاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث من الابتداع في دين الله عز وجل. أسوق لكم بعض الأحاديث من باب يعني التذكير بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحذيره من الابتداع في الدين. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما ما جاء عن السلف في التحذير أيضا من البدع مما يؤكد ويؤيد هذا الأصل العظيم في التحذير من البدع وأن كل بدعة ضلالة، جاء عن السلف أيضا كلام كثير في هذا، منه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب، يعني بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. وقال أيضا رضي الله عنه: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يجادلونكم بشبهات القرآن. قال: فخذوهم بالسنن، لأن السنة تبين المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق إلى غير ذلك. قال: فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وقال أيضا رضي الله عنه: قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لاحظ: وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن لا عبرة بما يراه الناس. إذا كانت هذه بدعة أحدثت في دين الله عز وجل فلا عبرة بما يراه الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. وقال أيضا رضي الله عنه: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، إن أبغض الأمور إلى الله البدع. والآثار في ذلك يعني كثيرة عن السلف الصالح رضي الله عنه. ونأخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكل بدعة فهي ضلالة. وكما ذكرنا هذا القول مستند إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نأخذ منه أن تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة أن هذا لا أصل له في شرع الله عز وجل. لا يمكن، هذا يعني رد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما تقول لا، الرسول يقول لك وكل بدعة ضلال، وكل من ألفاظ العموم، وأنت تقول لا، ليس كل بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة. أليست هذه مصادمة صريحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا التقسيم لا أصل له في الشرع، فالبدع كلها سيئة وكلها مذمومة. كذلك أيضا تقسيم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمس. واجب، هناك من يقول هذه بدعة واجبة، وهذه بدعة مستحبة، وهذه بدعة محرمة، وهذه بدعة مكروهة. هذا لا شك أنه أمر باطل، وقد رده المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
والشاطبي والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. ولهذا البدعة خطرها عظيم، فتجد أن البدعة عند الشيطان إلى إبليس البدعة أحب إليه من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ أن يقول لي لماذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ نعم نعم. هل رأيت شارب خمر يتقرب إلى الله بشرب الخمر؟ أبدا. هل رأيت زان يتقرب إلى الله بالزنا؟ ما هذا. كل هؤلاء أصحاب المعاصي يعلمون أنهم مخطئون، وربما تؤنبهم ضمائرهم ويتألمون إذا فعل معصية ما، ولهذا حري بمن هذه حاله أن يتوب، لأنه يتعلم من المعصية ويعلم أنه على معصية. لكن صاحب البدعة لا، يتقرب إلى الله عز وجل بالبدعة، نسأل الله العافية، ويعتقد أنها تقربه إلى الله وهي في الواقع تبعده من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يبين هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا أخرجه الطبراني بإسناد حسن. أي لا يتوب منها في الغالب. لماذا؟ لأنه يحسب أنه على الهدى. ولهذا تجد كثيرا من أصحاب البدع قد يقتل وهو يحافظ على بدعته، وقد يقتل بسبب بدعته، يعني حفاظه على بدعته. وأهل الشرك ألم يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا المبتدع يعتقد أنها تقربه إلى الله. ولهذا قلنا إن البدعة أحب إلى الشيطان إلى إبليس من المعصية. ثم أيها الإخوة، أنه لا ينبغي أن يتساهل المؤمن، خاصة طالب العلم، لا ينبغي أن يتساهل في المعصية حتى وإن كانت صغيرة، لأن كثيرا من المعاصي بدأت صغيرة ثم بدأ ينفخ فيها الشيطان حتى تكبر، حتى عمت بعد ذلك الناس. ولهذا لو أن هذه البدعة قمعت في بدايتها وأميتت في مهدها لانتهت ولما انتشرت ولا عظم أمرها وكبر. ولكن حينما تساهل بها بعض الناس قالوا هذه بدعة سهلة، بدعة بسيطة وبدعة يسيرة وكذا وكذا، بدأت هذه البدعة تكبر وبدأ الشيطان ينفخ فيها حتى عظمت. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يجيء قوم، انتبه، يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة. قال: فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة. قال: ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. فإذا هذا واضح في تحذير السلف من التساهل في البدعة حتى وإن كانت صغيرة، لأنها كما ذكرت لكم كثير من البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تعم السهل والصعب. والبدع كما لا يخفاكم ليست على مرتبة واحدة، منها ما هو مكفر ومنها ما هو دون ذلك، ولكن نعلم علم اليقين أن جميع البدع مذمومة، وأنها كلها ضلال، وأنه ليس هناك بدعة يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم. والكلام الحقيقة في البدع وأمرها كبير وكثير، لكن هذه فقط مجرد إشارات. نعم. قال رحمه الله تعالى:
ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم، أيضا من أصول أهل السنة ترك الخصومات في الدين والجدال في الدين، لأن هذا الأمر من صفات أهل الضلال، بل هو من صفات الكفار، ولهذا ليس من صفات أهل السنة والجماعة كثرة الخصومات في دين الله عز وجل. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يعني يتخاصمون أو يتناقشون وقد ارتفعت أصواتهم في آية من كتاب الله، خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجه حب الرمان مغضبا عليه الصلاة والسلام، ولم يقر هؤلاء الصحابة على هذا الجدال الذي حصل في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة ترك الخصومات في الدين، لأن الخصومات في الدين من صفات أهل الباطل، بل هي كما ذكرت لكم من صفات الكفار. قال سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وهو الخصومات في الدين. ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والسلف أيضا لأنهم يعلمون هذه الأصول، وهذه الأصول يا أخواني معلومة واضحة بينة عند السلف، لكن لما يعني ضعف أمر العلم أصبحت هذه الأمور يعني احتاج الناس واحتاج العلماء إلى أن يظهروا هذه الأصول، وإلا فكلام السلف رحمه الله في هذا الأمر كثير. من ذلك في ذم الخصومات في الدين ما جاء عن مسلم بن يسار رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء التابعين، قال: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلة العالم في هذه اللحظة، لحظة الجدال. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني الانتقال من دين إلى دين أو من مذهب إلى مذهب. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وجاء عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه، الإمام الجليل مالك بن أنس رحمه الله، قال: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكئ على يدي أو على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله، يخاطب الإمام مالك: اسمع مني يا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال الإمام مالك رحمه الله: قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا نحن الاثنين؟ قال: نتبعه. قال الإمام مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أصل عظيم. فلهذا انتبه، لا تعرض نفسك للجدال والخصومات. من عرض نفسه للخصومات عرض قلبه لأمر عظيم، ولعلنا نذكر شيئا من هذا فيما بعد. لأن القلب أيها الإخوة ليس بيدك، قلبك وقلبي ليس بأيدينا أبدا والله. ولهذا قال العلماء: إنما سمي القلب قلبا لماذا؟ لكثرة تقلبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو يقول: يا مقلب القلوب. فكانت عائشة رضي الله عنها تستغرب، تقول: يا رسول الله كثيرا يعني ما تدعو بهذا الدعاء وأنت رسول الله وخائف. قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.
أنت الآن قلبك سليم، قلبك مطمئن، والأصول عندك واضحة، والأمور بينة، والهدي واضح، لكن حينما تعرض قلبك للخصومات لا تدري ما سيكون عليه حال قلبك بعد ذلك أبدا. وكان رجل في أزمنة متأخرة يجادل، وكان طالب علم، وكان يجادل أهل الضلال من الشيوعيين الذين ينكرون الأديان ولا يقرون بدين الإسلام ولا حتى غيره من الأديان، وكان يجادلهم في أيام عز الشيوعية في فترة مضت، كان يجادلهم وألف كتبا في الرد عليهم، وكتبا أثنى عليها أهل العلم في زمانه. ثم من كثرة المجادلة ودخول الشبهات إلى قلبه بدأ الشك يدخل إلى قلبه. نعم. حتى وصل بحال هذا الرجل إلى الإلحاد. نعم. وهرب من المملكة العربية السعودية في زمن الملك فيصل رحمه الله خوفا من أن يقام عليه حد الردة، فهرب وخرج إلى لبنان وبقي في لبنان. يحدثني أحد كبار السن يقول، هذا الرجل يحدثني يقول كنا في لبنان، يقول فذكروا لنا قالوا الليلة هناك في ذلك الوقت يمكن يسمونها صالونات أدبية أو نحو ذلك، هناك مناظرة وحوار الليلة بين طرفين. الطرف الأول هذا الرجل اسمه عبد الله القصيم، هذا الرجل الطرف الأول، والطرف الثاني المناظر من علماء وقساوسة النصارى. يقول فجلسنا نستمع لهذا المناظرة، يقول كان هو يحاول أن يقنعهم أنه ليس هناك إله وليس هناك جنة ولا نار، وهؤلاء النصارى يحاولون أن يقنعوه أن في إله وفي جنة وفي نار. هل لك أن تتخيل كيف وصل الحال بهذا الرجل إلى الإلحاد؟ وأظن وصل. فإذا من أصول أهل السنة والجماعة ترك الخصومات، ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم الجلوس مع أصحاب البدع وأصحاب الأهواء. إياك أن تجالسهم أو تأنس بمجالسهم. ولهذا جاء عن أدلة من القرآن ومن السنة تنهى عن مجالسة أهل البدع، لأن مجالستهم ممرضة، ومجالستهم تجلب المرض إلى القلب وهلاك العقل والقلب. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هؤلاء أهل البدع الذين يخوضون في آيات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال قتادة رحمه الله قال نهاه، يعني الله جل وعلا نهى رسوله، قال نهاه أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها، وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن ابن عون رحمه الله قال كان محمد بن سيرين، تعرفونه التابعي الإمام الجليل، كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أن أسرع الأهواء أن الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وأيضا يقول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وأيضا يقول جل وعلا:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع هؤلاء أهل الدين، أهل الخير، أهل الطاعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن السنة جاء أيضا أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هكذا هي حال أهل البدع، وهكذا هي حال من يجالسهم أبدا، إما أن يقع في بدعتهم وإما أن يشوشوا عليه. وسنذكر يعني شيئا من أضرار مجالسة أهل البدع. قال ابن جرير الطبري رحمه الله جاء أيضا في حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وفيه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة قال: هذا حديث صحيح وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد إلى يوم القيامة، على التأبيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم. ومما جاء عن السلف في هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، وأنا أذكر هذا تأييدا لهذا الأصل لأنه كما هو أصول السنة، فتأييدا لهذا الأصل نذكر شيئا مما يؤيده. مما جاء عن السلف في هجر أهل البدع وعدم مجالستهم أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الإمام التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو من أعلام التابعين، رأى عائشة رضي الله عنها ودخل عليها لكن لم يثبت له منها سماع، توفي عام 94 أو 95 أو 96. قال رحمه الله: قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وقال أيضا الإمام أبو قلابة الجرمي من أعلام التابعين، فقيه ثقة، توفي عام 104 للهجرة، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. أشياء كنتم تعرفونها يلبسون عليكم هذه المعلومات التي عندكم وهذا العلم الذي عندكم، وإذا دخلت البدعة إلى القلب قد لا تستطيع أنت أن تخرجها من قلبك. وقال أيضا الإمام أيوب السختياني العنزي البصري من أعلام التابعين، توفي سنة 131 بالبصرة زمن الطاعون، قال: رآني سعيد بن جبير، جلست إلى طلق بن حبيب العنزي أيضا، قال: فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب؟ لا تجالسه فإنه مرجئ، لا تجالسه فإنه مرجئ. انظر إلى وصايا العلماء. لا الإمام سعيد بن جبير رحمه الله منع وحذر الإمام أيوب السختياني أن يجالس طلق بن حبيب لأنه يقول بالإرجاء. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة العلماء المجتهدين الكبار، قال: من جالس صاحب بدعة، وانتبه لهذا الكلام، من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، يقولون الناس: انظر فلان يجالس الشيخ فلان يجالس هذا المبتدع، أنتم تقولون هذا مبتدع، انظر فلان يجالسه، فيحتجون بمجالستك له، يحتجون بك وبفعلك. قال رحمه الله: قال: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء
فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي، والله ما أبالي ما تكلموا به وإني واثق من نفسي. قال الإمام رحمه الله الإمام سفيان الثوري قال: فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. لا تأمن من مكر الله. قد يكون هذا التساهل منك في البداية هو استدراج والعياذ بالله، ومحاولة أن تقنع نفسك قد يكون هذا استدراج لك، نسأل الله العافية والسلامة، وقد يكون هو الخطوة الأولى إلى جهنم والعياذ بالله. نعم، لا تأمن أن يسلبك الله عز وجل دينك، وأن يسلب منك هذا الإيمان من قلبك، فحين ذاك ربما تتحسر على ذاك القلب السليم الذي كان نقيا وتغير ودخلت إليه هذه البدع وهذه الشبه، فلم يعد هو ذلك القلب الذي كنت تأنس به وترتاح وتشعر بالطمأنينة وبلذة الإيمان. هذه اللذة وهذه الطمأنينة قد لا تجدها بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وأنتم تعلمون بعض العلماء من أذكياء العالم دخلوا في البدع وما خرجوا منها، بل لم يستطيعوا أن يخرجوا منها ومن الشبه، حتى بعضهم كما تعلمون مات وهو واضع صحيح البخاري على قلبه، وبعضهم يقول أريد أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أريد أن أموت على عقيدة العجائز، لأن عقيدة العجوز نقية ما فيها هذه الشبهة. يقول أتمنى، تخيل أنت عالم من أذكياء العالم ويتمنى أن يموت على عقيدة عجوز لا تقرأ ولا تكتب. فالأمر خطير أيها الإخوة، وأمر القلوب عظيم، والخطر عليها جسيم. فلا تعرض قلبك للشبه، ولا تثق بقلبك. إياك أن تثق بقلبك، إياك أن تثق بما عندك من العلم أبدا. أنت لا تدري ماذا يعلق بقلبك من الشبه تدريجيا إلى أن تتمكن هذه الشبه من قلبك، ثم لا تدري في أي أودية ستهلك أنت. ومجالسة أهل البدع، ذكر بعض العلماء أن مجالستهم ومصاحبتهم يترتب عليها مفاسد خطيرة. من هذه المفاسد أن يزيغ المؤمن عن السنة ويصير إلى البدعة، فيصبح والعياذ بالله من أهل البدع. من المفاسد أن يشوش عليه هذا المبتدع، أن يشوش عليه عقيدته ومذهبه، ويبتلى والعياذ بالله بالشبهات والوساوس كما ذكرنا. من المفاسد أن يحصل في قلبه ميل لأهل الباطل ومداهنتهم وتصحيح مذهبهم، فتجده بعد ذلك بعد فترة صار يدافع عن أهل البدع، كان في يوم من الأيام قويا عليهم ومحذرا منهم، ثم تجده بعد ذلك يدافع عنهم وربما يهون من أمر بدعتهم ويحسن من أمر بدعتهم، نسأل الله العافية والسلام. كذلك من المفاسد أن يتهمك الناس بالبدعة وأن تنسب لأهل الأهواء، تنسب إلى أهل البدع لأنك تجالسهم، وتنسب بعد ذلك إلى أهل الأهواء، نسأل الله العافية والسلام. فإذا الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة يعني عدم الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، هذا كلام عظيم. قال والسنة ناخذ راحة. نعم، إذن المشايخ يقول ناخذ راحة الآن، أتعبناكم ومن أجل أن تستعيدوا النشاط مرة أخرى. نعم. وإن شاء الله نعود بعد الاستراحة. جزاكم الله خير. ناخذ راحة لمدة 30 دقيقة، نفطر خلال هذه المدة ثم نعود لمواصلة الدرس